سعادة النائب الأخ خالد جاسم المالود. تفضل. شكرا معالي الرئيس. أصحاب السعادة الوزراء، أصحاب السعادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بداية معالي الرئيس أشكر سعادة وزير الإسكان الأخ باسم الحمر لمشاركته وحضوره معنا اليوم لكي يوضح بعض الاستفسارات والملاحظات، والتي من ضمنها عدم الإجابة على بعض بنود السؤال الذي وجه لسعادة الوزير، ويا ريت لو سعادة الوزير يدون هذه الاستفسارات للرد عليها لاحقا إن شاء الله، حيث لم يرد في جواب سعادة الوزير كم عدد الطلبات على مستوى المحافظات، لكي نقارن يا معالي الرئيس نسبة طلبات محافظة الشمالية بالنسبة لبقية المحافظات، أو على أقل تقدير نكون على علم بنسبة طلبات مدينة حمد إلى طلبات المحافظة الشمالية. كذلك جاء في السؤال معالي الرئيس متى سيتم تلبية هذه الطلبات، والجواب غير واضح. كذلك عندما وضح سعادة الوزير المشاريع المخصصة لمدينة حمد لم يحدد تاريخ بدء مشروع اللوزي ومتى سيتم الانتهاء منه، وهذا ما يهم المواطن يا معالي الرئيس. والمشروع بحسب رد الوزير سيلبي 831 طلب. طيب بقية الطلبات وهي ما يفوق 4800 طلب متى ستلبى؟ والجواب غير مدرج. وبحسب استراتيجية الوزارة يا معالي الرئيس بأن معظم الطلبات سوف تلبى في غضون 5 سنوات، فنطلب من سعادة الوزير توضيح هذه الاستراتيجية على الرغم مما تعانيه الوزارة من محدودية الأراضي والميزانية المخصصة للوحدات السكنية، وهذا بحسب تصريحات سابقة للوزارة. معالي الرئيس الإسكان اليوم هي معضلة البحرين الكبرى. مشكلة تأخير الخدمات الإسكانية وخصوصا الوحدات السكنية أدى إلى ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية والمالية والنفسية لدى الكثير من الأسر وفي مختلف مناطق البحرين. معالي الرئيس اليوم البيت الواحد في البحرين يعيش فيه أكثر من 2 و3. في بعض بيوت مدينة حمد يا معالي الرئيس يعيش في البيت الواحد أكثر من 16 فرد. هؤلاء كيف ينامون؟ كيف يعيشون؟ أعزكم الله الساعة 6 صباحا يصطفون طوابير على دورات المياه. أصبحت بعض البيوت الآن يا معالي الرئيس أشبه بما تكون بالثكنة العسكرية، أكثر من 16 فرد في بيت واحد صغير، شلون يعيشون؟ هذه مدينة حمد وهي مدينة حديثة، فكيف بالمساكين من أهالي المحرق وأهالي الحورة والبديع والقرى الساحلية؟ ومعظم هؤلاء يا معالي الرئيس يسكن في بيوت متهالكة وشقق، بل حتى أهل الرفاع. فمتى عرف أهل الرفاع الاعتصامات والخروج إلى الشارع للمطالبة بوحدات سكنية لولا أن الأمر قد ضاق بهم ذرعا؟ ثم يأتي رد الوزارة يا معالي الرئيس بأن بعض النواب يروجون للإشاعات، وسمو رئيس الوزراء في مايو 2010 وجه الوزارة في أحد الاجتماعات إلى بناء ما يقارب 800 وحدة سكنية لأهالي مدينة عيسى والرفاع. متى سيبدأ المشروع ومتى سينتهي؟ المواطنون لا علم لهم بذلك. نحن لا نطلب المعلومات لأنفسنا كنواب، وإنما نطلب هذه المعلومات للمواطن الكريم. معالي الرئيس منذ أكثر من عامين وضعت الوزارة أسماء بعض المستفيدين من الخدمات الإسكانية، والبعض من هؤلاء إلى الآن لم يتسلم أي خدمة، فهل هذه كذلك إشاعة؟ يا معالي الرئيس الناس اليوم أصابها الملل والإحباط من ضيق المكان الذي يعيشون فيه، فإلى متى هذا البطء والطلبات تتراكم عاما بعد عام؟ معالي الرئيس في مدينة حمد وبحسب رد سعادة الوزير هنالك أكثر من 430 طلب من سنوات التسعينات، بدءا من 93 وانتهاء ب99، وها نحن اليوم في عام 2012. هذا العدد مما بين أكثر من 4800 وحدة من 4800 طلب في مدينة حمد، فكيف بقية المناطق في البحرين؟ معالي الرئيس وزارة الإسكان تمثل اليوم بالنسبة للمواطن شيء مبهم، شيء غير واضح الملامح، بدءا بعملية التسجيل ومرورا بسنوات الانتظار الطويلة والمملة ومرورا بآلية توزيع البيوت
مرة بالأقدمية ومرة بحسب المناطق، دوامة لا يعرف المواطن متى يستقر به الحال في بيت إسكان، أهو حي أم ميت، والذي لا يأتي إلا بعد طول انتظار، وهو أشبه ما يكون عندما يستلمه المواطن الكريم بالقرقور. صراحة سعادة الأخ باسم الحمر لمسنا منه كل اهتمام وصدق في موضوع الإسكان، والرجل يجتهد على قدر طاقته ويريد أن يصلح ما أفسدته السنوات الماضية، ولكن أنى له ذلك وقد اتسع الخرق على الراتق. معالي الرئيس، الإسكان اليوم تحتاج إلى قرار سياسي للفصل في هذه القضية التي تؤرق المواطنين قبل أن تتأزم الأمور أكثر فأكثر، وتستغل مثل هذه الحاجات والمطالب يا معالي الرئيس لجر الناس إلى أزمات كادت أن تودي بالبحرين وأهلها. فمن مجلسكم الموقر نطالب يا معالي الرئيس القيادة السياسية جلالة الملك المفدى سمو رئيس الوزراء الموقر بالتدخل الفوري لحلحلة موضوع الإسكان. وشكرا معالي الرئيس. شكرا.